انت تعرف ان سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام عرفنا ازاي الشمس هتطلع من مغربها في نهاية الزمان، وليه اصلا ربنا سبحانه وتعالى هيخلي الشمس تطلع من مغربها؟ ده طبعا في الوقت اللي محدش يعرفه غير ربنا. في نهاية الزمان لما المعاصي تكتر والمعروف يقل ويختفي ومحدش يؤمر بالمعروف، في الوقت ده هتكون الشمس اختفت وبتسجد تحت عرش الرحمن سبحانه وتعالى. والشمس في الوقت ده هتستأذن ربنا انها تطلع من المشرق ولا تطلع من المغرب، بس مش هيجيلها اي جواب. وفي الوقت ده برضك القمر هيختفي ويروح يسجد تحت عرش الرحمن سبحانه وتعالى، ويستأذن ربنا برضك ان هو يطلع من المشرق ولا هيطلع من المغرب، وبرضك مش هيجيلهم اي جواب. وقتها الشمس هتغيب عن الناس 3 ليالي والقمر هيغيب عن الناس ليلتين، وبعدها يجي جبريل ويقول لهم: الرب يأمركما أن ترجعا إلى مغاربكما فتطلعا منه، وإني لا ضوء لكم ولا نور. فتطلع الشمس والقمر عن الناس سود من غير نور زي حالهم في الكسوف كده. وساعتها بقى تعرف إن باب التوبة خلاص قفل.